انا خايف اتكلم في موضوع الاعلان اللي قلب مصر، لان الزملكاويه بيزعلوا مني. عربيه الاسعاف اللي في الاعلان فيها 3 خطوط، واللي انا عايز اقوله هو انه عربيه الاسعاف اصبح لونها ابيض بخطوط حمراء قبل انشاء نادي الزمالك. يعني او قبل ما نادي الزمالك يختار فانيلته، فنادي الزمالك هو اللي اختار فانيلا شبه عربيه الاسعاف. فالاهلي لا يخطئ في حق الاخرين، وفي نفس الوقت كل الاخرين شغالين خطأ في حق النادي الاهلي. ما تفهمش ليه يا اخي؟ طب انا اقول لكم حاجه، طب ما احنا انسحبنا من الكاس وتقريبا الرابطه نعتبر ما لعبناهاش، طب ما تكسبوا، ما احنا مالنا احنا بقى؟ يعني ننسحب من افريقيا، ننسحب من الدوري، طب ما احنا يعني ما كان ادائنا يعني مش ولا بد في الدوري العام، ولكن مع ذلك اللعيبه قالت لك لا، والجهاز الجديد قال لك لا، والدنيا ونحاول و وفي النهايه انت الحمد لله اصبحت المرشح الاول للفوز ببطوله الدوري العام في حاله فوزك على فاركو دون انتظار لنتائج الاخرين. طب نعمل ايه يا جماعه؟ ننسحب يا جماعه؟ نسيب البطولات ونمشي؟ طب نعمل ايه؟ ما قولوا لنا نعمل ايه يعني؟ الاهلي الجبروت العظيم، جبروت بنتائجه، جبروت بانتصاراته، جبروت بنظامه، جبروت بترتيبه، جبروت بتنسيق موجود، جبروت لانه مؤسس ومؤسس ومنظم ومرتب ومحترم. ده جبروت الاهلي. جبروت الاهلي انه ياخد كل بطولات اليد، جبروت الاهلي انه ياخد 22 بطوله جماعيه السنه دي. هل ده برضه اتنقل من الكوره للباسكت للفولي للهاندبول مش عارف؟ انا لا بجيب لك سباحه ده يا راجل، ده احنا عملنا فرقه كوره اول مره تعمل السنه دي، طلعنا تاني دوري وخدنا بطوله الكاس. برضه جبروت. الهاندبول جبروت، السله جبروت، الفولي جبروت. طب ما احنا خسرانين النهارده من الاتحاد، ما عادي بنكسب وبنخسر، بس احنا بنكسب اكتر، بنشتغل اكتر. هل المطلوب حضرتك عشان ترتاح الاهلي يخرج بره المعادله ولا نعمل ايه؟ عليك ان تعلم وان تعرف ان النادي الاهلي لولا ما استمرت الرياضه المصريه في سياق البطوله خلال السنوات الماضيه. عشان كده الاهلي ورجال الاهلي بيسعوا بكل ما اوتوا من قوه للفوز ببطوله الدوري العام يوم الاربعاء المقبل. واستنى بقى اذا ربنا اكرمنا وخدنا البطوله بالحكام وبالمش عارف ايه يا اخي مره اعترف بخطأك. اعترف بخطأك مره. ما الاهلي متعادل 6 ماتشات في الراوند الاولاني، 6 ماتشات، منهم مع بيراميدز ومنهم مع الزمالك ومنهم مع البنك الاهلي ومنهم مع فاركو تعادلنا خلاص اوكي. نقعد بقى نعيط ونلطم على الخدود ولا نشتغل؟ اشتغلنا. السلام عليكم. عارفين لما طالب بيفشل في الامتحان وطالب تاني بيتفوق عليه تفوق كبير وبيجيب درجات عالية، فالطالب الفاشل ده يطلع عشان يبرر لنفسه، يطلع يقول ده التاني غاشش، ده التاني واخد من زميله، ده التاني بيغش. المهم ان هو ما بيقولش هو ليه جاب درجة وحشة، لا بيقول التاني غش. يعني انت بتسأله انت جبت درجة وحشة ليه؟ يقول لك اصل التاني غش. انا مالي ومال التاني؟ انا بسألك انت جبت درجة وحشة ليه؟ درجتك انت وحشة ليه؟ ما ذاكرتش؟ ما اجتهدتش؟ لكن انت تقول لي التاني غش، انت مالكش دعوة بالتاني. هو ده بالظبط بيعملوا الأندية الفاشلة الموجودة في الرياضة المصرية. لما تيجي تسأله ما حققتش بطولات ليه؟ ما عملتش تاريخ ليه؟ يقول لك اصل الاهلي واخدت بطولات بالحكام، اصل الاهلي مش عارف بيغش، اصل الاهلي. انا بسألك انت ما خدتش بطولات ليه؟ يعني دلوقتي بنسأل بيراميدز، انت اتغلبت في ماتشين بتوع البنك الاهلي وفاركو لما كان في ايدك الدوري، ليه؟ يقول لك اصل الاهلي بيتأجلوا ماتشات، اصل الاهلي بياخد بالحكام. يا عم الاهلي بياخد بالحكام وبيتأجلوا ماتشات، انت ما فزتش الماتشين بتوعك ليه؟ في ايدك الماتشين، والماتشين ما فيهمش اي غبار ولا فيهم اي ظلم تحكيمي. ماتشين كانوا روعة، انت كان في ايدك ماتشين اتغلبت في الماتشين. ما تجيش تقول بقى اصل الاهلي مش عارف ايه، والاهلي مالكش دعوة بالاهلي. انت لو فزت الماتشين كان زمانك دلوقتي رسميا بطل الدوري بدون انتظار المباراة الاخيرة. لكن انت فقدت 6 نقاط والاهلي فاز في المباريات. الاهلي فاز 5 ماتشات متتالية
عشان يقدر يوصل ليكون ان هو فرق نقطتين عن بيراميدز. ودلوقتي ما بقتش الموضوع بايد الغير، الموضوع في ايد الاهلي دلوقتي. كل شيء بايد ربنا. ايوه انا عارف، انا بتكلم على الواقع بيقول ان المباراه اللي جايه الاهلي يفوزها خد الدوري. انتهت. رسمي فهمي نظمي. هل انت كنت متخيل كده؟ ما كنتش متخيل، بس انت عشان ما تعرفش الاهلي. كذلك الفشله ما تعلموش من نادي الزمالك. ايه ما تعلموش من نادي الزمالك؟ ما تعلموش من نادي الزمالك ان هو عارف الاهلي كويس. والزمالك ساب بيراميدز يغرق، ما ادالوش النصيحه، ما نصحوش، ما قالوش خلي بالك انا عارف الاهلي ده ومجربه سنين طويله. لا، الزمالك ساب بيراميدز يغرق، غرقه وفضل ينفخ فيه وفضل ماشي وراه وتابع ليه، بالتالي غرقه. فكل الناس اللي طلعت تصيح دلوقتي حصل الكلام ده وزاد الصياح بعد ما بدأ الاهلي يكون هو المرشح الاول للدوري. كل الصياح ده ما كناش بنسمعه قبل كده. كان كله يقعد يتكلم ينفخ في بيراميدز، البيراميدز سكواد قوي، اقوى فريق، وهياخد افريقيا والدوري كل ده. اول ما بيراميدز خسر ماتشين بدأ الصياح بقى دلوقتي. الصياح ليه؟ لا بيراميدز يتأجل له، لا بيراميدز مش عارف ايه، لا اصل الحكام مش عارف ايه. كل ده نغمة شغالة من فشل الى فشل، وهيفضلوا يعملوا كده كل سنة، وبرضه كل سنة هيفشلوا. كل سنة نفس الحكاية. الاهلي جاب فلوسه زيزو منين؟ إيه؟ طب ايه رايك بقى ان زيزو واخد من عرض الاهلي اقل من اللي كان عرضه عليه الزمالك؟ بس الاهلي غير، بس الاهلي بطولات، بس الاهلي تاريخ، بس الاهلي مجد لا يقدر بمال. انت لو بتاخد 10 مليون في الاهلي بتاخد معاهم كمان 100 مليون بطولات ومجد. انما لو بتاخد من الزمالك 200 مليون ما بتاخدش مجد، بعد ما تخلص بتتنسي. تاريخ مفيش، مجد كروي مفيش، حتى لو انت لاعب فز. ولنا في شيكابالا عبره. شيكابالا بيلعب، خلي بالكم ان شيكابالا ده زمان كان مضى للاهلي، هو نفسه اعترف بالحكايه دي وراح قال انا عايز اروح الزمالك. بعد ما مضى اداره الاهلي بكل احترام ادته العقد بتاعه، زي ما حصل مع حسني عبد رب نجم الاسماعيلي في الالفينات، في اوائل الالفينات، لما قال انا كان مضى للاهلي، مضى للاهلي فعلا، وكان رئيس النادي الاسماعيلي في الوقت ده يحيى الكومي، وجماهير الاسماعيلي قعدت تلطم وتصوت خلاص راح قال لاداره الاهلي انا عايز العقد بكل احترام، وكان مضى خلاص مفيش مشكله. تعالى بقى شيكابالا دلوقتي فضل في الزمالك، ايه التاريخ والبطولات اللي عملها شيكابالا مع منتخب مصر او مع الزمالك؟ خلينا نتكلم بكل احتياديه بكامل احترام، انا ما بعيبش في شخصه. خد بطوله دوري ابطال افريقيا كم مره مع الزمالك؟ اخد الدوري العام كم مره مع الزمالك؟ تاريخيا يعني مره ولا اتنين يعني؟ شارك مع منتخب مصر مشاركه فعليه في البطولات كم مره؟ كم مره شارك مع بفاعليه مع منتخب مصر في احراز البطولات؟ كم بطوله؟ ممكن يكون تواجد مع الفريق، لكن كمساهمه في اهداف وبطولات مع منتخب مصر فين هو تاريخ شيكابالا؟ وشيكابالا تقريبا خلاص بكل امانه. اصل عامل السن، ما بقولش ان هو وحش او حلو، خلاص انت 39 سنه. وعبد الله السعيد طالب منهم 40 مليون جنيه، يعني متخلف. عيل عنده واحد عنده 40 سنه هيدي معاك قد ايه يعني؟ هيديك كمان سنه ايه يعني؟ هيلعب الماتش كامل؟ هيلعب شوط كامل؟ فين يا جماعه انتوا بتهجسوا؟ خليك في نفسك، صلح نفسك، ما تقعدش ترمي فشلك على النادي الاهلي.